تخيل من 2023 درت لكم داك الكورس على امازون كي دي بي ومازال لحد الان كيتواصلوا معايا الناس في انستغرام فضل دوك الفيديوهات ولاو كيخدموا في امازون كيندل، لكن كيتواصلوا معايا بسبب بعض المشاكل اللي كيوقعوا عليهم في امازون سواء ديال الكوبي رايت او ما كيعرفوش يلونسيو الكتاب ديالهم، وهذا الامر عادي بحكم كيخرجوا بزاف ديال لي ميزاجور كل عام. داكشي علاش بغيت نسولك انت واش عمرك فكرتي تلونسي اول كتاب ديالك في امازون كيندل او لا امازون كي دي بي؟ ما غادي دير حتى شي حاجه، امازون كيتكلفوا لك بكل شيء، بالنشر، بالطباعه، بالكتاب، بالامبالاج، بليفريزون وبمصلحه الزبناء، وكيتخلصوا من الكليان كياخذوا الكوميسيون ديالهم وكتاخذ انت الفلوس ديالك في الكونط. دونك بلا ما تخرج من هذا الفيديو، حتى هذا الكورس نقدر ما نعاودوش مره واحده اخرى، غادي نوريك خطوه بخطوه كيفاش تخدم في امازون كي دي بي وكيفاش تجيب منه ارباح بطريقه اللي بسيطه بزاف. الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو حاجه سهله بزاف لكن مربحه، وقليل فين تلقى شي حاجه اللي سهله وفيها الارباح. هادشي كنلقاو غير في امازون ام بي اي وامازون كي دي بي. اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو اللو كونتنت بوك، كتب بسيطه بحال الكولرين بوكس او النوت بوكس او الجورنالز او البلانرز، او كنجمعوهم كاملين في دفتر الملاحظات. بمعنى سفيان ما غاديش تحتاج انك تكون كاتب او شاعر وتكتب لينا 1000 كلمه في كتاب وتلونسيه، لا، كدير غير غلاف الخارجي والداخل ديال الكتاب كيكون خاوي او لا فيه غير سطور. هادو كتب بساط بزاف لكن كيتباعوا بالالاف في امازون. اوكي، باش نفهموا كيفاش كيخدم هذا البروجي غادي خاصنا نعرفوا شنو هو امازون كي دي بي او لا امازون كيندل. باختصار امازون كي دي بي هو واحد المنصه كاينه في امازون كتخليك انك تنشر الكتب ديالك مباشره في امازون بلا ما تخلص عليهم حتى ريال، وهما كيتكلفوا لك بكل شيء، كيتكلفوا لك بالطباعه، كيتكلفوا لك بالامبالاج، كيتكلفوا لك بالنشر، كيتكلفوا لك بمصلحه الزبناء، وكيتكلفوا لك بالليفريزون، وكيتخلصوا من عند الكليان وكياخذوا كوميسيون ديالهم اللي هي صغيره بزاف وكيدوزوا لك الباقي في الكونت بونكير ديالك. وهذا الشيء كامل كيدار بلا ما تخلص انت حتى ريال، فقط كتحط الكتاب ديالك ما غتخلص عليه حتى شي حاجه وامازون غيتكلفوا بهذا الشيء. يعني عندك الريسك زيرو والارباح 100%. الا حطيتي كتاب وما تباعش راك انت ما خاسر حتى شي حاجه، لكن الا تباع راك انت رابح وما مريسكي حتى شي حاجه. هذا البلان راه حتى في القمر وما كاينش، القمر اصلا كله ريسك وحرام من الفوق. دابا السؤال، شنو هما الكتوبه اللي غادي نبيع في امازون كي دي بي؟ كيفاش غادي ندير حتى نصاوبهم؟ شكون قال لي انا اصلا غادي نضرب تماره في هذه الكتوبه وغادي نحط بزاف ونضيع الوقت ديالي وفي الاخر ما غادي يتسوق لهم حتى شي واحد؟ هنا فين كيجي الدور ديال واحد الاداه سميتها بوك بولت. الا عقلتوا راه عامين او 3 سنين هذه هي اللي شرحت لكم في داك الكورس ديال امازون كي دي بي، ودابا خرجوا واحد الفيرسيون جديده ديالها كتخلينا نتجسسوا او نسنيفيو او نديروا تجسس كامل على المنصه ديال امازون كي دي بي، وهكا كنقدروا نعرفوا شنو هما الكتوبه اللي كيتباعوا، شنو هما الكيوردز اللي كيستعملوا هذوك البابليشرز، اكثر كتاب تباع مثلا في هذا الاسبوع ولا في هذا الشهر، شنو هما الكلمات المفتاحيه اللي مديورين في هذاك الكتاب، كيفاش تصاوب هذاك الكتاب، كيفاش نقدروا نصاوب بحالو، شحال من مبيع جاب، بشحال الثمن كيتباع، البي اس ار ديالو، فوقاش طلع له الثمن، فوقاش هبط له الثمن، الخطه كامله اللي تبع هذاك الشخص اللي نجح باش يبيع داك الكتاب، شنو هي من ا حتى لزد كامله كنقدروا نتجسسوا عليها. الا دخلتوا لهاد الاداه ديال بوك بولت غادي يطلع عليكم هاد الشيء كامل، الكيورد سيرش، تقلب على الكتب اللي تباعوا بزاف، تقلب على البابليشرز، يعني هاد الشيء كامل راه ديجا شرحته لكم وهي سهله بزاف. تقدر تدخل ليها تكتب مثلا غير واحد الكلمه مفتاحيه، مثلا نقدروا نكتبوا باريس او لا ايطالي، صافي نختاروها مثلا في الجورنالز او في النوت بوكس وكيطلعوا لنا الكتوبه اللي تباعوا بزاف في هذا الشيء، ونقدروا نكوبيو عليهم، ناخذوا منهم العنوان، ناخذوا منهم الكيوردز، نشوفوا الناس كيفاش خدموهم، ونشوفوا حتى الديزاين كيفاش داروا ليه، تيليشارجيو هذاك الديزاين ونخدموا على شي واحد يكون بحاله. وبهذه الطريقه ملي غادي دير التجسس ديالك غادي تقدر تختار النيش وانت مرتاح، لانك ديجا تكون عارف ان هذاك النيش اللي اختاريتي فيه ارباح وفيه مبيعات. اوكي، من بعد ما غادي تختار النيش ديالك غادي نبقاو نيش في بوك بولت وغادي نجيو للديزاينر ديالو. عنده واحد ديزاينر اللي هو سامبل بزاف كنكليكيو عليه كيتحل في باج واحده اخرى، وانا كيعطيونا نختاروا الكتاب او النوت بوك او الجورنال اللي بغينا نديرو. مثلا انا شفت هاد الجورنال بان ليا مطلوب بزاف ما فيه لا كتابه لا حتى شي حاجه، غادي نختار نفس المقاسات اللي كاينين ديالو، نقدر نشوف غير لاصين ديالو وصافي، نفس هذوك المعلومات ديالو كندخلهم هنا، كنختار العنوان ديالو مثلا نكتب حكايه جورنال وصافي غادي ندير كرييت،
وهنا كيف ما كتشوفوا كيتحل هذا البلان فحالو فحال كانفا ولا فحال فوتوشوب. يعني بهذا الشيء ما غاديش نحتاجو نحلو كانفا او نحلو فوتوشوب او الستراتور، غير من بوك بولت نيت نقدروا نديروا واحد الديزاين اللي يكون ناجح بزاف امازون كي دي بي. وصافي هنا غادي نبدا ندير الديزاين ديالي اللي غادي يكون سامبل، او حتى الا كان عندي شي ديزاين اللي ديجا واجد نقدر نيمبورتي التصويره ديالو مباشره من البيسي. وصافي من بعد ما كنسالي الديزاين ديالي كندير له كرييت وها هو كاين عندي. وصافي انا ساليت دابا التصميم ديالي في بوك بولت، تيشارجيت الكتاب ها هو عندي بي دي اف. دابا غادي نجي لامازون كي دي بي، كنجيو لجوجل امازون كي دي بي.com وكندخلوا هنا الامازون كيندل. صافي كنديروا لوغين. وتفكر مزيان ان امازون كي دي بي كيقبل المغاربه وكيمكن لك تقبل فيه فابور، يعني ما غاديش تحتاج داك البلان ديال تسنى سيمانه او تسنى 10 ايام باش يجاوبوك، لا كتسجل فيه عادي وصافي كيعطيو الكونت لاي واحد. هو العكس ديال ميرش باي امازون ديال التيشيرتات، لا هذه ديال الكتوبه كيقبلوا اي واحد. غادي تفتح كونت ديالك عادي وصافي هنا كنديروا كرييت ا بوك، كتعمر المعلومات ديال الكتاب، شنو سميت هذاك الجورنال مثلا، حنا اختارينا حكايه جورنال، المهم غادي تختار العنوان اللي غادي يناسبك، المقاسات ديالو وصافي كتابلودي الكتاب ديالك. المهم هذوك المعلومات كاملين كتدخلهم تما، منهم حتى الثمن، السوق اللي بغيتي تستهدف، والسوق الامريكي او الفرنسي او كاملين. المهم كتختار انت هذوك المعلومات كاملين كتعمرهم على حسب كل كتاب صوتي راه غادي تعمر ليه المعلومات ديالو. بطبيعه الحال كدير الثمن، حاول الثمن دير شي ثمن اللي يكون قريب لذاك البلان اللي نقلتي منه من بوك بولت. مثلا نقلتي انت من شي واحد من بوك بولت داير كتاب مثلا ب 12 دولار او ب 15 دولار، خليك في داك الرينج، ما تطلعش بزاف وما تهبطش بزاف، خليك دائما قريب لذاك الثمن باش هكا تكون عندك فرصه حتى انت في البلاتفورم ديال امازون تنافس دوك الاشخاص. وصافي كنديروا بابليش، وفي غضون 48 او 72 ساعه كيتبوبليا الكتاب ديالك. من بعد ما كيفيريفيو بطبيعه الحال، كيفيريفيو الكوبي رايت، لاسين ديالو، القياسات ديالو، واش عندك شي حاجه اللي هي مثلا بلاس 18 فهذاك الديزاين درتي شي حاجه ماسخه او شي حاجه بحال هكا. المهم كيفيريفيو هادشي كامل. الا كان الكتاب ديالك ما فيه حتى شي مشكل راه ديك الساعه كيتبوبليا. اما الا كان فيه شي مشكل راه انوليوه وكيصيفطوا لك ايميل كيشرحوا لك علاش انولا. ولا ما عرفتيش علاش انولا، هز هذاك الايميل حطه في شات جي بي تي، كوبي كولي، وشات جي بي تي راه غادي يشرح لك بالدارجه علاش ما قبلوش لك الكتاب ديالك، باش مستقبلا تقدر تصلح دوك الاغلاط. غالبا كيكون عندهم علاقه سواء بالكوبي رايت، سواء دخلتي شي معلومه غلطه، سواء كتبتي العنوان غلط، مثلا شي كلمه ماشي هي بالونجلي مزيانه، او لا عندك شي كلمه اللي ما خاصهاش تبان، شي حاجه مثلا بحال اديداس او نايكي او كوكاكولا او شي كلمه اللي ما غاديش خاصها تبان تما، او لا عندك شي صوره زائد 18 او شي تصويره فيها الدم او فيها الدراري الصغار مثلا كيبانوا بواحد الطريقه اللي ما خصهمش يبانوا بها، او شي واحد عريان. المهم هادو هما الاسباب اللي غالبا ما كيخليوش الكتاب ديالك يتقبل. بطبيعه الحال النجاح ما كيجيش في النهار او لا كيجي في ساعه. داكشي علاش النصيحه اللي غادي نعطيك ملي تنشر اول كتاب ديالك ما تحبسش وتبقى تسنى فيه انه يتباع، لا نشر بزاف ديال الكتب. عاد ديك الساعه اجي هضر في كومونتيرات، لانه كاين غادي الناس غادي يخرجوا غادي يقول حنا راه ديجا خدمنا في امازون كي دي بي شحال من عام هذا، لكن داكشي غير تخربيق، ما فيه لا مبيعات لا ارباح لا توزع. لا حاول دير بزاف ديال الكتوبه. وباش ناكد لك ان هاد الكتوبه راهم كيتباعوا بزاف في امازون، حنا غير في المغرب وما كنشريوش، حنا المغاربه ما كنشريوش بزاف، لكن اغلبيه الناس كيخدموا بهاد الجورنالز او بهاد النوت بوكس هادو. ما غاديش تحتاج انك تكون شاعر او روائي باش تقدر تعمرها، فقط كيكونوا فيهم غير سطوره خاوين. وهادشي ديجا كاين في الاداه ديال بوك بولت، والناس كيخدموا بهادو سواء كيرسموا فيهم بحال الحاله ديالي انا، او كتكتب فيهم سكريبت ديال الفيديوهات اللي كتشوفوا في اليوتيوب. ماشي ضروري يكونوا بهذا الشكل، كيقدروا يكونوا شويه كلاس بالنسبه لي بيزنس مان او الناس اللي كيخدموا بهم في الخدمه، صحاب الكرافات او داكشي، يعني كيكونوا شويه ديال الكوير. وحتى هاد لوبسيون راه كاينه في امازون ونفس البلان. ما غاديش تحتاج انك تكون شاعر ولا روائي، فقط النوت بوك او لا الجورنال ديالك كيكون فيه غير سطوره، او ما ديرش فيه حتى سطوره تخليه خاوي، باش هكا الواحد تقدر تكون عنده الحريه سواء يكتب فيه او لا يلصق فيه مثلا شي حاجه البلانرز ديالو الى اخره. وما تنساش قبل ما تلونسي اي كتاب ما تخدمش عشوائي، حاول دائما تدخل الاداه ديال بوك بولت. يمكن لك تدخل ليها فابور، او يمكن لك تاخذ داك الترايل اللي كيعطيوك فيه 7 ايام، او يمكن لك تشريها. ممكن بزاف ديال الطرق باش تخدم بهذه الاداه، انا عمري ما شريتها. المهم يمكن لك تخدم بها غير فابور الا بغيتي. اما الا كنتي غادي تلونسي بزاف ديال الكتب وغادي تعول عليها بزاف، من الافضل تاخذ راه الاشتراك ديالها رخيص. ودائما قلب على الكيوردز هما اهم حاجه اللي غادي يخليو الكتاب ديالك ينتقل من الصفحه الاخرى حتى الصفحه الاولى في امازون كي دي بي او في امازون اون جينيرال. دائما حاول تخدم بالكيورد
ديال بوك بولت هما اللي غادي يعطيوك داكشي اكزاكت، لانهم هما كيتعتبروا واحد الاداه ديال التجسس على المنصه ديال امازون، وهاد الاداه راها قانونيه 100%. وهكذا اسيدي هذه تكون البدايه ديالك في عالم النشر الذاتي مع بوك بولت وامازون كي دي بي. وبهاد الادوات تقدر تدخل اول دولار ديالك غير من الدار، ما غادي دير حتى شي حاجه، انت غادي دير غير الغلاف الخارجي فقط وغادي تلونسيه في امازون. كما قلت لكم الا تباع راك انت رابح 100%، اما الا ما تباعش راك انت خاسر 0 درهم، لانك كتسجل فابور وكتلونسي الكتاب ديالك فابور، ما غاديش تخسر حتى ريال. اوكي غادي نخلي لكم ليان ديال امازون كي دي بي وديال هذوك جوج فيديوهات اللي كان فيهم الكورس ديال امازون كي دي بي من ا حتى لزد، لان فيهم بزاف ديال الحوايج مشروحين ما كاينينش في هذا الفيديو، وحتى الليان ديال هذيك الاداه بوك بولت اللي بغى يشريها او بغى يتسجل فيها فابور. المهم غادي تلقاو الليان ديالها وغادي تلقاو واحد البرومو كود غادي نقص لكم 20% اللي بغى يشريها. وصافي الا عجبك الفيديو ما تنساش انك تخلي معاك لايك وسبسكرايب وتشوف هاد الفيديوهات اللي غادي يبانوا هنا عندهم علاقه كذلك بامازون. دمتم سالمين.